نظم مجلس تجمع نساء زنوبيا في مقاطعة الرقة ندوة حوارية تحت شعار الحرية للمفكر عبد الله أوجلان الحل السياسي للقضية الكردية، وذلك بالتزامن مع السنوية ال25 من المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد أبو. وحضر الندوة كافة التنظيمات النسائية والعسكرية ومنظمات المجتمع المدني في المقاطعة، وتخللها شرح المؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان وحياته داخل زنزانته في سجن إمرالي، حيث أشاد المشاركون بدور المفكر والقائد الأممي عبد الله أوجلان في تحرر شعوب الشرق الأوسطية وخاصة المرأة، لتختتم الندوة بالهتافات المطالبة بحرية القائد آبو الجسدية. شرح المؤامرة الدولية للقائد عبد الله أوجلان هذا الشهر المشؤوم 15 شباط، اليوم الذي اختطف فيه القائد عبد الله أوجلان. طبعا نحن بدورنا كنساء وكحركات نسائية في مدينة الرقة نطالب بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، القائد الذي عانى من أجل وصول فكره إلينا. ونحن كنساء بتجمع نساء زنوبيا ومقاطعة الرقة القالها ننادي بالحرية الجسدية لهذا القائد الذي نادى بالإنسانية وبحرية المرأة وثورة المرأة.